اهلا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. برحب بخبير التنميه البشريه المدرب الدولي الاستاذ رامي شكري. برحب بك يا استاذ رامي. اهلا وسهلا. استاذ رامي اهلا بحضرتك معانا. الحقيقه موضوع جميل جدا، شخصيا مهتمه بيه قوي، التنميه البشريه واستغلال طاقه الانسان على اقصى ما يكون من خلال العلم بقى ومن خلال الخبره في التنميه الذاتيه والبشريه. لفت نظري جدا التايتل بتاع حضرتك رائد التدريب بطرق المدارس الصينيه والامريكيه، ده مهم جدا. خلينا في البدايه ناخد فكره عامه وبعدين نستفيد منك بقى، وكل مشاهد بيتابعنا يستفيد من وجود حضرتك. جدا. اولا انا سعيد بلقائك استاذه سهى واستاذ وائل، واعتقد ان النهارده يوم مهم جدا ان احنا نتكلم عن جزئيه مهمه جدا للتنميه البشريه او العنصر البشري او الجزء الرياضي اللي موجود. فكرتي في التدريب بطرق المدارس الصينيه والامريكيه هو اعتمادها الرئيسي على الجانب العملي. الناس دول اختاروا في ثقافتهم في التدريب والتعليم لشعوبهم انهم يستخدموا الجانب العملي، يكون في تدريبات في كل تدريب بيحصل وكل ورش عمل. بالظبط، ورش عمل بتخلي الشخص يقدر اللي بيفهمه نظري لما بيطبقوا في تمارين معينه بيقدر يلمسها بشكل عالي جدا وقوي جدا. هم بالنسبه لهم شعب عنده ثقافه للرياضه، الرياضه بالنسبه لهم اكتر حاجه يقدر الانسان يكتشف امكانياته منها، يعرف يعني ايه اراده، يعني ايه عزيمه، يعني ايه اصرار. فعلشان كده الجزء اللي اهتميت بيه مهم جدا جدا واللي لقيته مميز في دولتين من الدول العظمى زي الصين وامريكا، انهم بيستخدموا الجانب العملي والجانب الرياضي والاكتيفيتي جوه التدريبات، لانها اكتر حاجه بتكون وقود للانطلاق للعنصر البشري نفسه، انه يكون عنده صحه نفسيه قويه جدا. نعم. ويمكن باختصار شديد لو ربطنا الرياضه بما اننا النهارده بنتكلم عنها بشكل عام، لكن منظمه الصحه العالميه لما عرفت الصحه قالت هي حاله من الكمال البدني في المقام الاول، نعم، والعقلي والاجتماعي. الثلاثه دول يخلي الانسان عنده صحه نفسيه، الثلاثه دول يخلوا الانسان في قمه نشاطه وحيويته. فاذا النهارده الدواء الحقيقي لاستمرار نشاط وحيويه الانسان هي الرياضه. الحاجه الوحيده اللي ممكن توصل باقل مفاهيم وباقل طرق ان احنا نغير مفاهيم للناس او الناس تكتشف امكانياتها الحقيقيه، الرياضه جزء مهم واساسي جدا جدا. والرياضه على مستوى الممارسه، مش هنقول بطوله او ان انا اكون مشترك في نادي او أطلق. عشان ممكن كتير من اللي بيتابعونا يقول طب هي فين الرياضه؟ طب واحنا عارفين نمارس رياضه، لكن لا، مفيش اي حجه، انت ممكن تمارس حتى ولو اعتقد كمان الرياضه الذهنيه والتامل ده رياضه برضه في حد ذاته، ان احنا نتمشى في المحيط الخاص بينا ده سهل جدا يعني. مفيش شك، الحضرتك بتقولي في منتهى الاهميه. يمكن احنا بنتكلم عن ثقافه شعب، احنا بنشوف ان دايما الدول المتقدمه والدول الناجحه ممارسه الرياضه عندهم دي ثقافه، ده اسلوب حياه، سلوك بالنسبه لهم. اما بالنسبه لنا احنا في مصر هنا يمكن محتاجين تصحيح لمفهوم الرياضه بشكل عام. الرياضه اللي هي الاساس الحقيقي فعلا للانسان، منها التامل، ده جزء في نفس المدرسه، التامل والتخيل، التمارين البسيطه اللي ممكن تحصل لواحد وهو في مكانه، التنفس حتى، تمارين التنفس بيسموها التشي كونج، اكتر من تمارين للتنفس بتخلي العقل عنده في عقليه متفتحه جدا تقدر تبدع وتبتكر وتفكر بشكل صح. اما منظور الرياضه هنا، فلو جيتي مع حد واتكلمت يا استاذ وائل وقلت له رياضه، فالرياضه يبقى كره القدم او الحاجه اللي واخده الاهتمام الاكبر. دلوقتي احنا بنشوف ان في تدعيم من الدوله قوي جدا للرياضات الثانيه اللي موجوده، والناس بتفكر انا الرياضه، طب ليه همارس الرياضه؟ ايه اللي هستفيده من ورا الرياضه؟ ده انا ما عنديش وقت، ده انا يا دوب اروح الشغل، ولما اخلص الشغل لو حبيت اعمل رياضه ده انا مروح تعبان، فانا اقعد اكل قدام التلفزيون وسجاير وحاجات مضره. الافكت الحقيقي هو ما يقدرش، هو مش عارف ايه القيمه الحقيقيه من الرياضه. الموضوع مش مجرد كلام نظري، الموضوع ان الحقيقه اللي بتدي نشاط دائم طول اليوم، ان لو واحد مارس الرياضه حتى الصبح وليكن 30 دقيقه، احنا محتاجين في اليوم من 30 دقيقه لماكسيموم 60 دقيقه، وممكن 5 ايام حتى في الاسبوع، 5 ايام حتى 3 ايام. المهم ان انا ابتدي بسيط وابتدي تدريجيا. ليه؟ انا هبقى في قمه نشاطي لو انا صحيت الصبح وعملت الرياضه عاديه، حتى وانا في مكاني كده، لو سويدي عادي، او لو انا رايح شغلي وبركب مواصلات عامه مثلا او حاجه، هنزل بعيد شويه عن شغلي واتمشى جزء بسيط يبقى مهمه جدا. وانا الناس تقعد تركن في الممنوع قدام الحاجه اللي هي عايزه تدخلها، يبقى عايز يدخل بالعربيه مش قادر يتحرك. يمكن بنشوف ده في دول ثانيه صديقه لينا، يعني ان الناس تحركها على طول، ما فيش مشي خالص، فبتلاقي ان الجسم ما فيش حاله من الكمال البدني القويه ولا العقليه النشيطه القويه اللي بتدي انتاج صح. استاذ رامي، انا عايز اخد في تجربتين، انا عايز اخد التجربه الصينيه. تمام. لان يمكن الناس في الاتجاه او في المنطقه دي عموما بيهتموا
دايما بموضوع الرياضه ده، مركزين فيه قوي على فكره، يمكن اكتر من امريكا. فعاوز اعرف التجربه دي شكلها عامل ازاي؟ يمكن في الجزئيه دي بالذات الحاجات اللي بهرتني قوي في الصين، احنا لو بصينا للناس دي هنلاقي ان اعمارهم معمره جدا. الناس دي بالذات يعني لما تنزل الصين دي فتلاقي ان عدد اعمار الناس اللي بتشوفها كبيره بشكل غير طبيعي، لان هم الصحه بالنسبه لهم رقم واحد، معمرين جدا، بيهتموا بالرياضه والغذاء والنوم، ثلاثه مهمين. بلاقي كل يوم لما كنت انزل من كذا مكان بقى في شنغهاي او في ووهان او في جوانزو، الثقافه واحده، العجل. مش بس العجل بقى، بيختاروا الجاردن او الحدائق العامه او الميادين الصبح لازم، وتلاقي الناس كلها بتمارس رياضه الصبح، رايحين شغلهم مثلا بينزلوا في وقت نص ساعه، في كل مكان متوفر المكان ده، والناس تبدا تلعب رياضه قبل ما يطلع ياخد دش ويلبس ويجهز نفسه عشان يطلع يروح شغله. بالظبط. مش بس كده، بالليل نفس الموضوع، وعاملين اماكن اللي مثلا اللي بعد ال 30 سنه و40 سنه لوحدهم، ليهم تمارين خاصه، يفضلوا ماشيين مع بعض في دايره كده ويحصل لهم تمارين، موضوع فري للناس كلها، لكنه بقى سلوك، هي الرياضه سلوك. عارف يا دكتور انا في الصين شفت ايه كمان حاجات، الناس دي بجد بتفكر عبقرية. مش بره الصندوق، ده ورا العقل. دي حقيقة. محطات الاتوبيس تبقى قاعد مستني محطه اتوبيس وعجله اللي هي ممكن تبقى وانت قاعد بتمارس الرياضه، حديد مبني في الارض، بس الواحد وهو قاعد مستني الاتوبيس بيمارس الرياضه. تلاقي مثلا واحد او بنت شيك جدا والصبح رايح شغله بالبدله وراكب العجله. دي حقيقة. حاجه برضو مهمه جدا برضو حضرتك تركز عليها، على طول في ايدهم الشاي الاخضر والاعشاب يعني ده على طول ما هم ماشيين، لانه جزء من نظام حياتهم جدا. الناس دي عندها مفهوم واضح للصحه بالنسبه لهم، هم شايفين ان هم بيحافظوا على اهم قيمه هتقدر تخلي عندهم استمراريه. النهارده ازاي يكون عندي عقل بيفكر صح وانا اصلا ما فيش دوره دمويه نشيطه جوه جسمي موجوده، ولا حتى انا عارف امارس جزء من الرياضه ده اللي يديني مرونه عاليه جدا ما بيني وما بين الناس، ويديني طاقه ويديني تحدي ما بين الناس لما بعمل وسعاده كمان، وسعاده طبعا. انا اكتشفت ده وانا بتدرب مع الناس الموجودين دول في المدرسه دي وبدرب الناس، لقيت ان الانبهار بيحصل في وقت ما تدي للناس مديتيشن الاول، تامل، تخاطب اللاوعي، فسريع بيستجيب معاك لان الوعي مش هيصدقك، هو بالنسبه له المفاهيم واضحه بالنسبه له ايه؟ بالنسبه له لما يشوف رئيس دوله بيمارس بعجله وبيتحرك بعجله وبيمشي، ده شيء غريب. بره مش غريب، هنا بالنسبه لنا ممكن يبقى غريب او ليه اي شكل تاني موجود. لكن لما نيجي نبص حتى على المنظومات والمؤسسات الناجحه زي المؤسسات العسكريه او غيرها، فتلاقي ان الاهتمام بالرياضه والتاهيل البدني ثابت باستمرار، الراجل في كل لحظه ثابت، وهم وعيهم عالي جدا. مصر يمكن بتفرق حتى في الجزئيه دي، لو كان قوه جيش زي جيشنا مش بنفس قوه جيوش ثانيه قويه، ولكن الفكر والتكنيك بتاع الناس اللي موجوده عندنا او المنظومه اللي عندنا هو اللي بيفرق فرق حقيقي قوي موجود مكانهم. العزيمه والاصرار في تمارينهم باستمرار واستعدادهم التام باستمرار بيخليه دايما بيفكر تفكيرات بره الصندوق، ورا العقل، علشان يقدر ينطلق. لكن الناس بتشوف ان انا لو مارست رياضه هحس بدفاع، بالم. التغيير دايما بيجيب الم، تحس بالم لانك بتعمل حاجه عكس العاده، فهتاخد مني وقت. ثانيا ان بيبدا الشخص يدور على المبررات اللي ما تخليهوش يمارس الرياضه. ليه؟ علشان انا مش عايز اتعب في ده، لان ده مش هيديني عائد. وهيقولوا عليا ايه بقى وانا ماشي في الشارع بالعجله ولا ده بيتقال على فكره. يعني انا مش فاضي، عندي شغلتين في اليوم، بجري على رزق عيالي، ما فيش وقت خالص يا جماعه. ده انا بصدق اروح اكل لقمه وانام عشان انزل اروح شغلي الصبح، مع ان هو لو ركز شويه هيلاقي هيبقى احسن، هيبقى احسن 10 دقائق جنب السرير اول ما يقوم من النوم. طاقتي كشخص انا الصبح لما اعمل ده، انت عشان تقنع واحد بحاجه زي دي انت محتاج معاه وقت. انت بتتكلموا عن قناعه واعتقاد اتربى، محتاج ورش العمل دي بقى، محتاج ورش العمل، بس ورش العمل مش كفايه. عايزين ننفذ عملي بقى يا دكتور، لانه لفت نظري من شويه فيديو كده كان بيتعرض على الشاشه، بس يعني حضرتك كنت مسترسل في الحديث، في حماس وفي غنى ولا في ايه ده؟ اوصف لنا كده الفيديو ده عشان احنا عايزين نستفيد بشكل عملي. باختصار شديد قوي في التدريبات دي منتهى الحماس يعني. على فكره التدريب ده يمكن في ناس من دول مختلفه، اكتر من 6-7 دول، تشاد وجنوب افريقيا وغيرها من دول ثانيه عربيه كتير. وهنا كمان لو نركب بان قوي، هنا انا بتكلم على، كنت هنا دخلت في حته اكتر من وحده العربيه، احنا الافضل، مصر الافضل، فالناس بتردد مصر الافضل، سوريا الافضل، تونس، المغرب، قلت كل الدول العربيه، وبعدين رحت قايل العرب افضل. انا عايز كمان انمي جزء تاني قوي للناس، ياخدهم يخرجهم بره اللي هم فيه ويتحدوا
في اتجاه تاني معين. هنا الاعمار السنيه الناس اللي موجود من 20 سنه لحد 60 سنه جوه التدريب. ده مش اكتيفيتي، دي مش رياضه، ده جزء فيه نوع من الحماس والتحفيز. لكن الرياضه في بعض التمارين بيعملوها لمده ساعه، لو قلت لحد يعملها 10 دقائق دلوقتي تبقى مجهده جدا لو عملها. لكن بيعملوها ساعه. في البدايه مش في البدايه، لو هو مش مهيئ، مش فاهم دي رايح بيها فين. لكن بيقعدوا يشوفوا مثلا انا بعمل قدامهم عرض معين رياضي، عرض رياضي انا عملت مديتيشن وفهمته اللي بيحصل ده ايه، ده بتكلم عن جزء نفسي جوه بس جبته في تمرين. فلما بيشوفوا مده ساعه فالناس بتفضل تعيط، ما هو مش ممكن هيعمل كده. ولو انا بتكلمه على الاصرار فبوري له ان انا مثلا بنشر جذع شجره في مشاكل واحباطات وحاجه جوه العقل 100 سم، فهو قاعد بيشوف ساعه عمال اقول عدى سنتي فاضل 99 سم، هو مش قادر يتخيل، هو مش قادر يعمل المجهود ده ولا يعمل التمرين ده. فتبدا بعد ما الناس تشوف ده تبدا تعيط وبتخيل طريقه في الاصرار. يعني ايه اصرار؟ في ايه بدايه الطريق؟ ايه نص الطريق؟ ايه اللي بعدين؟ مش هقدر اوصله له الكلام نظري الا لما اجربه. فلما يشوف ده تطلع اعذار، انا عندي العمود الفقري بايظ، انا عامل عمليه في رجليا، انا مش قادر. لما يبدا يطبق ده فيكتشف نفسه ايه ده انا عندي مرونه عاليه جدا، يسوي كان انا عندي طاقه بالظبط، ده انا اقدر ان انا اوصل واقدر ان انا احقق نجاح كبير موجود. التدريبات دي يمكن انا بعملها بره في دول ثانيه كمان ل 1000 و3000 واحد و5000 واحد. التحفيز الداخلي شيء والتحفيز الخارجي شيء ثاني. التحفيز الداخلي بالنسبه لي هو ان يكون عندي المفهوم واضح عن الرياضه او مفاهيم واضحه بشكل عام من جوايا انا، هي اللي بتحركني، اللي مش على طول انا اللي التحفيز الخارجي ده هو التنفيذ، اللي هو التنفيذ وكمان الصحبه وتوفير الجو المناسب. صح بالظبط، البيئه المناسبه اللي موجوده. النهارده الجماهير لما بنشوف غياب جماهير عن الملعب بتحس ان الموضوع في منتهى الصعوبه. لما بيبقى في التحفيز الخارجي للبيئه، ما انا محتاج حد كمان يساعدني في ممارسه الرياضه احيانا، يشجعني الحاجه دي. طب احنا عايزين نحفز الناس اللي بيسمعونا على الاقل. دايما بتسمع ده من كتير من الشباب لما تيجي تتكلم معاه في اي موضوع سياسي رياضي اقتصادي اي حاجه، تحس ان عنده نوع من الكآبه وتقول لك يا عم مفيش فايده، هو في حاجه بتتغير. المفهوم ده دايما لما بيبقى موجود، وده اللي بيحاولوا حتى القوى العظمى دايما الخارجيه توصل ده للشباب عندنا، دي حقيقه، علشان التثبيط تثبت عزيمتهم دايما ويبقى خلاص مفيش حاجه بتتعمل. شباب غير فاعل بالمره، حروب الجيل الرابع بالظبط دي كده. حقيقه. من خلال خبراتك دي ازاي نقدر نخلي الشاب ينسى كلمه مفيش فايده دي اللي بنسمعها دايما، بنسمعها نتريق عليها على فكره، لكن هي خلاص بقت موجوده. اصل مفيش فايده، اصل مش نافع يا عم، هو في حاجه بتتغير، ده بيتقال دايما. دي حقيقه، ده محتاجين نشيله الاول. دي حقيقه. فحاجات كتير قوي تتفتح في كل المجالات بقى، ده يتعمل ازاي؟ الاول ان الشخص يبقى فاهم كويس احنا بنعيش في واقع مش هينفع نقول انه فعلا واقع جميل واحنا بنعيش في ربيع ممتاز خالص. لكن كنت برضو بدي نفس المثل، انا اتعلم من حضرتك لما تكون مش بس قريت ورق هتقوله لي او قريت كتب او حضرت، من انك طبقت جزء عملي في حياتك ونجحت فيه. عشت ظروف قريبه من ظروفي وفي نفس البيئه اللي انا فيها وعملت نجاح كويس. لما اجي اتكلم في دوله مفيش امل، لو رجعنا ورا 50 60 سنه لدوله زي الصين، بما اني انا باخد الطريقه دي لناس ناجحه عبقريه، لازم اخد تجربتهم واطبقها عندي هنا بشكلها لانهم طبقوها. فتلاقي ان دوله زي الصين كانوا بيتكلموا زينا كده من 60 سنه، هنجيب للشعب ده منين اكل؟ دول مليار و300 مليون. ده اقل كمان من 60 سنه على فكره، او اقل من قريب او اقل. هنجيب منين لمليار و300 مليون اكل؟ ونجيب لهم منين شغل؟ ونجيب لهم منين وظائف؟ وهم ما عندهمش موارد حقيقيه كانت في البدايه غير الزراعه اللي بيعتمدوا عليها، فما فيش امل. شوف دلوقتي مليار و300 مليون بقت من اكبر 5 دول اقتصاديه في العالم، ما كانتش بتسود العالم في المرحله الجايه. احنا كام؟ 85 مليون. عندنا مشاكل، طبعا عندنا مشاكل، بس عندنا موارد، لكن عندنا كنوز، عندنا عدد اقل بالظبط. هناك استخدموا في العدد الضخم ده، استخدموا التعداد السكاني اللي هي اكبر ازمه انها تكون هي الطاقه البشريه، الثروه الحقيقيه اللي هينطلقوا بيها. نشتغل على البشر، واحنا هنا قوتنا في ان احنا نشتغل على البشر. نيجي بقى نمسك امثله، انا بعمل فيديو قريب برومو كده، فبجيب فيه نماذج من مصر لاشخاص اتربت في بيئه متوسطه جدا واسرها بسيطه وضعيفه وعملت طفره في مصر وخدت جوائز عالميه على مستوى العالم، في منهم شخصيات كتير انا اعرفها كتير. دول عملوا ده ازاي؟ دول قرروا يخرجوا بره الصف، دول قرروا يغيروا وجهه نظرهم، يعيشوا حياه كفاح، يلغوا مفيش فايده اللي وائل بيتكلم عنها، يلغوها دي، او على الاقل ده احسن وقت هشتغل فيه والناس دي كلها عماله تقول مفيش امل مفيش فايده، مش عندي فرصه اظهر هنا وعندي فرصه انطلق هنا بسرعه البدء. بس ازاي؟ انت لازم يبقى ما عندكش امل لو انا ما عنديش حلم في دوله
راح فيها لفترات طويله وما اتعلمناش فيها ثقافه الحلم. احلم ازاي؟ احلم وازاي انا الشخص انا اللي ابقى مطلوب، انا اللي الناس تبقى عايزاني، ازاي اهل نفسي، ايه المهارات اللي موجوده عندي عشان تخليني ابتدي في حاجه معينه. بره الناس علشان تشتغل بيشتغل بامكانياته. ازاي الغي من جوايا حاله اللامبالاه؟ اللامبالاه اللي عندي دي علشان تنتهي لازم يفهم ان في 7 اركان يمكن دايما بنتكلم عنهم باستمرار واتفق عليهم العلماء. 7 جانب سريع جدا. جانب ايماني روحاني. الايمان القوي بربنا ان ربنا موجود، وايا كانت الدوله او الاسره او الاب او الام انا رايح لان في حد هيديني على مجهودي مش على قد ذكائي ولا على قد والدي ولا على قد الدوله. بغض النظر في فرص ولا ما فيش. 2 الجانب الصحي والبدني. كل جانب اهم من الثاني، يسقط جانب يروح الثاني، فلازم ادرك الاول انا فين من الجانب ده وادي درجه من 10 واحط ليه اهداف فيه. صح. عشان ده هيقوي ايماني وعزيمتي اكتر. وادي للجانب ده الجانب الصحي والبدني، الرياضه والغذاء والاكل، انت فين منهم؟ انا باكل مره واحده في اليوم، انا بطبق باليومين، انا ما بلعبش رياضه، وليه عايز تقول لي في امل؟ ده ما يفكرش في امل اصلا. بنام غلط وباكل غلط وبشرب غلط وكل حاجه في حياتي غلط، وبعدين ارجع اقول ما فيش فايده. انت اللي عامل في نفسك كده. لان هو مش عارف. ما هو برضه في النقطه الثانيه المفروض يكون في طرف ثاني بيوجه بقى. عايز يوجه الاشخاص اللي موجوده انها ما تحفظش، ازاي تبقى صح، يفهم هو رايح فين. فلازم يدرك الاول اللي انا بتكلم فيه من ال7 اركان دول هم ال7 اركان للحياه المتزنه. تمام. ايماني روحاني، صحي وبدني، اسري، جانب اسري، تعمل ازاي على الاسره لان في فجوه بين الاباء والابناء. الجانب الاجتماعي، ازاي يكون ليا نشاط اجتماعي جوه الدوله وانا موجود حتى لو بسيط وصغير او جوه جامعتي. الجانب المهني والجانب المادي. ال7 دول لازم يدرك الاول انا امكانياتي فيهم ايه واحط لنفسي درجه من 10. ولما احط دي اقول طب انا ايه اللي ناقصني هنا؟ بالظبط. مجرد ان عرفت ايه اللي ناقصني هنا هيبقى عندي امل. مفيش مشكله. واشتغل بقى على ناقصني ده. هشتغل عليه لان ده هيفتح لي طريق جديد. قلت الكلام ده في اكتر من مكان. مفيش مكان اشتغلت فيه في حياتي الا لما رحت قلت له، يعني كان بيقول لي تاخد كام؟ اقول له لا. قول لي انت عايز ايه؟ انت عايز توصل لنتيجه ايه؟ انا عايز اوصل لنتيجه كذا، هوصلك لكذا واللي اعلى من كذا هنتقاسم فيه بنسبه معينه. وانا مش عايز فلوس. حمستني يا اخي. انا عايز بس انا الشيء بالشيء يذكر، يعني انا عايز اقول ان في بعض الدول وصلت لمرحله انه كانه وضع قانون ان لازم تبتسم كل يوم، زي اليابان مثلا. طبعا ما تشوفش حد مش مبتسم هناك، اللي رايح شغله اللي عنده حاجه كل مبتسمين على طول في وش بعض. دي حقيقه. ودي حاله طبعا. حاله ابتدت بعاده، غيروا العاده. لما نزلت مطار في شنغهاي فتلاقي وانا واقف كده فلقيت في صفوف واقفين في الجوازات، ففي بنت صينيه واقفه على الشمال والصف الثاني جنبي، فلقيتها مبتسمه مش مبتسمه. ده يعني شويه وفضل تبوس الشخص اللي واقف زي ان في ده فرح مثلا. لكن انا عادي، بس دي مبتسمه جدا، كسبت $1,000,000. فضلت اركز معاها قوي وعمال اقول يا ريتني كنت واقف هناك الناحيه الثانيه لسه مش شايف اللي عندي. وبعدين لما خلصت كده مع الشخص اللي قدامها فلقيته ايه، راح جاي قدامها، هي واقفه قدامه كده، فراح عامل حاجه كده ومشي. فانا قلت ايه ده فلوس حتى الصين فيها كده يعني ولا ايه؟ فلما جيت الصف بتاعي وجيت انا في الاول فوقفت، فعايز اشوف في ايه، عمال ابص على اللي جنبي وبعدين ابص قدامي فلقيت نفس الحاجه دي موجوده. تاني في حاجه صغيره كده عامله زي الكمبيوتر صغيره كده ومرسوم عليها وش احمر، لو اللي قدامك مكشر دوس عليها، لو اللي قدامك مبتسم خفيف دوس هنا، لو وبتجمع لايكات بقى. فاللي واقف ده عايز يحافظ على مكانه، فهو لو كاره الحياه هو في منتهى السعاده لان شغله متطلب منه انه يبقى كده استمرار. ده في مطار من المطارات الجديده. طب وبعد فتره خلاص هيبقى ده لايف ستايل. انا اتعودت عليها، خلاص اتعودت على الحياه دي. دكتور احنا قبل ما الوقت ينتهي انا عايزه يعني انا شخصيا استفيد، ووائل اكيد وكل المشاهدين اللي معانا، قول لنا كده لو نبدا اليوم ازاي؟ لو في تدريب زي ما حضرتك قلت مديتيشن، تنفس، بدايه احنا اتفقنا خلاص انه هيكون في جزء بدني وممارسه الرياضه. يعني مجرد كده تيبس بسيطه للناس تبدا حياتها ازاي. قلنا ال7 اركان دول لازم كل واحد يراجع نفسه فيهم ويشوف هو فين من كل جانب. لكن نصيحه وحضرتك اكيد هتكون معانا كتير، ونبدا مجموعه حلقات ازاي الناس تعيش حياتها صح. دي حقيقه. ده الجميل ان احنا نقول افكار سهله تتطبق بسهوله فينجح فيها الواحد بسهوله. بالممارسه كل شيء سهل. بالظبط. انا لو صحيت الصبح اقل حاجه اعملها، انا شخص متاخر ورايح شغل مفيش مشكله خالص، على الاقل الرياضه انك لو مشيت الصبح ربع ساعه ثلث ساعه انت رائع. انت عملت خطوه، بس انا حاطط لنفسي جدول كل يوم همشي شويه البساط دول، ما عنديش مشكله. او ان انا اقعد 10 دقائق ربع ساعه كده لما اشرب كوبايه الشاي بتاعتي ومغمض عيني كده وبعمل تمارين تنفس. عارفين الناس لما بتشرب سجاير هو مش بيشرب سجاير، هي بقت عاده، بس هو ليه بيرتاح بيها وليه عامل معاها رابط شرطي دايما السجاير هي اللي بتريحه؟ لانها تمارين تنفس. في حاله التنفس المنتظمه
الجسم بيبقى في استرخاء عالي جدا، ويقدر العقل انه يستقبل اي فكره يوصل له بسهولة. الاكسجين اللازم. بالظبط، بسهوله جدا. فتمارين تنفس على الاقل 10 دقائق الصبح، وشرب الميه كمان. وشرب ميه باستمرار، ده مهم جدا. تكوين جسمنا معظمه كله ميه، والميه اللي بتخلي عندي ذاكره قويه. 2 مشي زي ما اتفقنا، يمشي شويه لو هو بقى موجود. الحاجه الثالثه اللي ممكن يعملها وهو في شغله، يحاول يبقى متحرك. وشويه انا قاعد مش دايما قاعد، لا اقف شويه، اكتب شويه، اتحرك، اروح. ولو قاعد اقعد صح. ولو قاعد بقى كل شويه اغير. انا عايز امثل على نفسي الاول، اعود نفسي الاول، مش مشكله. حتى الناس اللي بتلاقيه بيمثل مشيته في الاول، هو بيمثلها لكن بعد كده بتصبح سلوك. فانا اقصد مشي بسيط، تمارين تنفس بسيطه جدا وموجود، يتحرك في مكانه وهو قاعد. ربما هو قاعد في جلسه مع اصحابه يتكلموا، ممكن يقف يتمشى. احيانا احنا بيحصل كتير كده، تلاقيك واقف عمال تتمشى وتروح وتيجي. انا بتكلم ده بشكل بسيط، ولكن لما هتعمل ده هتنبسط. في يوم تاني يعمل ايه؟ طب ما اعمل شويه سويدي كده، اوكي. ممكن يعمل شويه ضغط، ممكن يعمل سويدي هو موجود. بس يبقى ادينا له البيزكس، انا اقصد الحاجات الاساسيه، اعمل السهل. والدنيا في اسهل من كده لو ما عملتش السهل. وتفائل طبعا. واضحك. في حاجه بعد كده عايز اقولها كمان، تقول لي صح ولا غلط، بما ان حضرتك طبعا. الخبير. الزمايل في الشغل، في كل اداره، في كل مكان، يتفقوا مع بعض ان هم في الكام ساعه اللي هيبقوا موجودين يتفقوا كبدايه على ساعتين يبقوا مبتسمين فيهم، واللي ما يبتسمش يحط جنيه في صندوق مثلا. ده يحط بصراحه جنيه في صندوق، فكره، مجرد فكره. عارف رئيس مؤسسه لو ابتسم للناس في اول اليوم يبقى ماشي جميل. لو كشر في اول يوم بغض النظر عن المبرر ايه، فالباقيين ما عندهمش نفس الحاله الثانيه موجوده. لكن طول ما مبتسم شايف الناس مبتسمه عندي حماس. حتى لو طلبت مني حاجه صعبه قوي، يا اخي شكلك خلينا نجرب ونبدا مع بعض، ويا رب نكون قدرنا نأثر في اللي بيشوفونا يعني. ان شاء الله جدا، ويعني اديتنا فعلا بجد حماس وطاقه ايجابيه وابتسامتك الجميله. شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا. شكرا يا سيدي. مشاهدينا لسه مكملين فقراتنا في صباح رياضه، وبنوصل بعد الفاصل لفقره الكره العالميه اللي دايما بننتظرها مع دكتور عادل كريم. نروح للفاصل ونرجع نكمل فقراتنا في صباح رياضه، خليكم معانا.